اللي ورايه طلع معدل 103 بالسادس. هو المعدل 100 شلون عيسى؟ راح اشوفكم طالب عبر مرحله السج. اقدم لكم رضاوي. قبل ما ندخلك الكرسي الاحتراف الطلاب يسالون شلون طلعت هذا المعدل بالسادس؟ أكيد بالإصرار والعزيمة والتوكل على الله. ودامج تتذكر آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أو هسه دخلناه الكرسي الاحتراف حتى نعرف شلون طلع هذا المعدل. السؤال الأول، شلون ما قدر هذا يسيطر عليك بدراستك؟ الإنسان من يكون بباله فد هدف أو بباله فد حلم ما تغره هاي الأشياء، زين؟ فما أثر عليه أبد. أو هسه السؤال انتقل الخارج الكرسي. شنو أكثر مادة واجهت بها صعوبة؟ شوف أقول لك من الأخير أكثر مادة أكرهها هي الرياضيات وأخذت بها 100. المشكلة ما أدري أسمع صوتك. السؤال انتقل إلي، كم ساعة كنت تقرأ باليوم؟ شوف عدد الساعات مو محدد، يعني اكو ايام اقرا مثلا 6 ساعات، اكو يوم 15 ساعه. تخيل فتره المراجعه تقريبا 18 ساعه نقرا. اوكي نطلع برا الكرسي. وأنت داخل صالة مال امتحان، شنو أكثر سؤال نسيته وبعدين تذكرته؟ شوف اسهل سؤال بالمنهج نسيته، بس الحمد لله اخر ربع ساعه ذكرت. كنت متوقع تطلع هذا المعدل؟ شوف صراحه انا تعبت كل شوي بالسادس، فاي متوقع هذا المعدل، وبنفس الوقت متاكد انه الله ما راح يضيع تعبي. انتقل السؤال الى خارج الكرسي. أريد نصيحة للطلاب حتى يحصلون معدل قوي. قدر سعيك واجتهادك رب العالمين راح يعطيك اللي تريده. رضا وشرفتنا حبيبي عيسى. أو هسه قلوا لي شنو رأيكم بهاي الفقرة، وتحبون نستضيف مواهب جديدة؟ لا تنسون تتابعوني.